لو عندك ازازة فاضية زي دي تعالوا نعمل منها وصفة حلوة جدا. هنعمل احلى فراخ مشوية بالازازة مع الخضار المشكل، انما ايه تحفة جدا. تعالوا بينا ندخل على الوصفة بتاعتنا ونشوف هنعمل الجمال ده مع بعض ازاي. اول حاجة هنجهزها مع بعض هي التتبيلة. معايا ربع كوباية من الزيت، هبدأ احط عليهم معلقة كبيرة من الصلصة، وممكن تستبدليها بطماطماية كبيرة مبشورة. هحط عليها عصير ليمونة كبيرة. تعالوا بقى نشوف التوابل بتاعتنا هنحط ايه مع بعض. معايا معلقة كبيرة من الملح، 5 فصوص حبهان، كام ورقة كده من ورق اللورة، معلقة صغيرة سكر، نص معلقة فلفل اسود، نص معلقة 7 بهارات، نص معلقة كاري، معلقة صغيرة بابريكا، نص معلقة توم باودر، نص معلقة بصل باودر، والمعلقة اللي احنا مستعملينها معلقة صغيرة. تقدري اللي انت تستبدلي السكر بعسل ابيض او عسل نحل. عسل ابيض او عسل نحل ايه، ما الاتنين زي بعض. عسل نحل او عسل اسود، تمام، بيفرق في الشوي جدا. بعد كده قلبت التتبيلة مع بعض كويس جدا، وبعدين جبت الفرخة بتاعتي، كنت غسلتها ونضفتها ونقعتها كمان، وبعد ما غسلتها كويس سبتها في مصفى لحد ما صفت المية بتاعتها خالص. بدأت اخد بقى من التتبيلة بتاعتي كده، وهبدأ اللي انا اتبل الفرخة بتاعتي من بره ومن جوه، اعمل لها مساج يعني، اتبلها كويس جدا. وكمان هاخد كده تحت الجلد وهتبل، لان انا شايله الجلد كده من اللحم علشان اتبل اللحم بتاعي من جوه وياخد تطعيمه حلوه. عايزه اقول لكم ان التتبيله دي ريحتها طالعه جباره، ريحتها حلوه قوي. بعد ما تبلتها سبت شويه كده من التتبيله وركنتها على جنب. تسيبيها اقل حاجه ساعه في التتبيله، لو من بالليل يبقى احسن يعني. معايا بقى في الخضار جزر وبطاطس وكوسة وبصل وقرن فلفل حامي احمر واخضر، معايا 2 يعني. عايزة تحطي فلفل رومي بس مفيش مشكلة. عايزة تستغني عن اي نوع خضار من اللي احنا حاطينه، تستغني بالخضار ده براحتك خالص، تحطي الخضار اللي انت عايزاه. والتقطيعة قد بعضها علشان تاخد سوا بعض، والجزر قطعته شرايح رفيعة شوية علشان يستوي مع بقية الخضار. قلبت بقية التتبيلة كده في الخضار علشان ياخد نفس طعم الفراخ بتاعتنا. حطيتهم كده في الصينية اللي انا هدخلها الفرن، وبعد كده هوسع كده حتة في النص زي ما انتوا شايفين، وهنعرف ليه دلوقتي. بعد كده البواقي بقى التتبيلة اللي في البولة حطيت عليها نص كوباية مية، وهبدأ اللي انا اقلبها مع بواقي التتبيلة بالشكل ده. تمام. بعد كده بقى هنجيب اي ازازة فاضية عندك، هاتيها واستعمليها في الوصفة، هتبقى تحفة جدا. جبت قمع كده علشان يسهل عليا، وهبدأ انزل المية دي في الازازة. محتاجة شوية مية كمان، فانا هكملها واسيب الازازة ناقصة حاجة بسيطة. بعد كده هحط الازازة كده في نص الصينية، وهجيب الفرخة بتاعتي اللي احنا تبلناها وهحطها على الازازة. ما تخافوش، مش هتقع خالص من على الازازة، والمية اللي في الازازة ديت مش هتنقص ولا حاجة. بس اما تسخن وتتبخر، البخار ده هيدخل في الفرخة من جوه، هيخليها طرية وتاخد التطعيمة كمان. بعد كده هدخلها الفرن، حطيتها على الأرضية لمدة ساعة ونص، وما شغلتش الشواية، شغلت من تحت بس. والصهد بتاع الفرن هو اللي ادى اللون الفرخة بتاعي اللون الحلو اللي هتشوفوه دلوقتي. من ربع ساعة كده، كل ربع ساعة بلف الصينية علشان الفرخة كلها تاخد لون حلو وتشوي من كل الاتجاهات. ما حطيتش غير ربع كوباية مية على الخضار قبل ما ادخلها الفرن، علشان على ما تسخن وكده والخضار ينزل مية والفراخ تنزل اللي فيها، مش اكتر من كده. طلعت بالشكل الحلو اللي انتوا شايفينه ده، ما شاء الله بجد. الفرخة معايا واخدة لون حلو جدا ومستوية وطرية، ما نشفتش مني، والخضار مستوي وزي الفل وما تهراش، وفي صوص كده بواقي صوص كده تحفة جدا. جيت اشيلها من على الازازة كانت سخنة جدا، استعنت بصديق، فجوزي جه شالها لي وكده لانها كانت سخنه فعلا جدا، ما قدرتش استحملها. وبعد كده هنبدا بقى اللي احنا نقدمها في طبق التقديم. شايفين الخضار شكله تحفه، وزي ما قلنا ما تهراش، والفرخه ما شاء الله الله اكبر بجد. الوصفه دي فراخ وخضار طالعه ريحتها جباره. عايزه اقول لكم انها طريه جدا ومستويه. عايزه افتحها معاكم، بس انا عشان عايزه اقدمها تبقى شكلها كده لسه
زي ما هي سليمة مش عايزة افتحها قوي، بس هقطع الورك كده بالراحة هيبان معاكم اللي هي مستوية. بجد اهم حاجة اللي هي مش هتنشف معاكي وطرية جدا، والخضار مش هيتهري. مش هتاخد اكتر من ساعة ونص وهتطلع معاكي بالجمال ده. مش عايزة غير طبق رز جنبها، تقدري تعملي رز ابيض، رز بشعرية، رز معمر، اللي انت عايزاه.